السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض تخزين رمضان. انا معايا كده 5 كرنبات حلوين يا حبايب قلبي. هنقطعهم ونسلقهم معاكم. انا بقطع الكرنب معاكم اهو. وبعدين الكرنباية اللي بتبقى سهلة معايا انا بقطعها وبشيل ورقة ورقة. امال اللي بتبقى دكة كده يا حبايب قلبي بقورها كده من الوسط، وبحطها في قلب الحلة في المية وبتفك نفسها. انا دلوقتي شلت الورق السهل معايا، ودلوقتي بقور كده الكرنباية من جوه، وبعدين هسيبها وهبدأ اعمل كمان واحدة معاكم. شوفوا بعد ما قورتها ما شاء الله يا حبايب قلبي. هعمل كمان واحدة معاكم. بشيل الراس دي كاملة، والورقة الوحشة انا برميها يا حبايبي. هشيل الورقة اللي فكة معايا من بره كده، وبشيلها واحدة واحدة، وبعدين همسكها برضو اورها كده من جوه. وانا دلوقتي حاطة كمان حلة معايا على البوتاجاز يا حبايبي، وحاطة شوية ملح. سايباها بقى تغلي عما اقطع الكرنب. انا قورت كده الكرنب. واحدة الاولانية شلت منها الورق الساهل وبعدين قورتها، والتانية برضو نفس النظام عملت فيها زي التانية يا حبايب قلبي. انا بخلاها كده كويس من جوه علشان اما احطها في قلب المية تفك معايا بسرعة. والورق بتاع الكرنب بتاع التخزين ما بتسلقش جامد. تمام كده. انا هكمل تقطيع كلهم وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. انا قطعتهم كده كلهم. الورق الاخضر اللي انا بحطه في الحله من تحت حطاه في جنب، والكرنبة بحالها سايباها علشان احطها في قلب المية. هنروح دلوقتي للحلة بتاعة المية بتاعتنا. هحط فيها كرنبة بحالها كده، وهنزلها في المية من تحت عشان تشرب كلها مية وتفك واحدة واحدة كده معانا. هشربها كده كلها مية. تمام كده. انا معايا معلقة كبيرة او مقصوصة او اي حاجة يا حبايب قلبي اللي انتوا بتستعملوا بيها يعني. بفكها كده واحدة واحدة، وهشتل الورقة اللي فكت احطها في جنب 5، اما احس ان هي كده بدأت تستوي معانا، مش تستوي جامد يعني. وهنشيلها على طول. وانا كمان هسلق، ومعايا طبق تاني هحطها على الصينية. الورقة اللي هتتسلق معايا هحطها على صينية، ومعايا طبق تاني فيه مية. بحط الورقة بورقتها في قلب المية ساعة علشان مش تستوي بالسخونية بتاعة المية يا حبايب قلبي. وكده باخدها ببردها في قلب المية التانية، وعشان لو فيها اي حاجة في الورقة دي، علشان هو بيبقى مزروع في اراضي وكده يا حبايبي. بيبقى فيه تراب حاجة، اي حاجة فيه يعني وكده، ما لازم احطها في اي حلة تانية. اغسلهم وكده علشان نخزنهم كده مرة واحدة، وبشتغل كلهم ورقة ورقة. وكمان الكرومبة كده فكت معانا يا حبايبي. هشتلهم بقى اصفيها من المية واحطهم بقى على الصينية. زي ما انا قلتلكوا. معايا طبق تاني حاطه فيه مية، همسك ورقة ورقة واغسلها كويس، واحطهم بقى على الصينية تاني علشان يسيبهم بقى يكونوا بردوا معانا ونقطعهم كلهم مرة واحدة. انا بشتلهم كده بالراحة علشان اصفهم من المية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تمام كده يا حبايبي. انا هطلع دول كمان. دي كان اخر حاجة في الكرومبة. الورقة الصغيرة انا حطاهم برضو عشان بيبقى بيض وحلوين وبيبقوا مسكرين يا حبايبي. حبايبي اللي ما اشتركش في قناتي ممكن تشتركولي وتفعلوا له الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، فضلا ليس امرا. انا بفكها كده بالراحة يعني. ايديا ما بتلطش المية، بس انا لازم اشتغل واحدة واحدة واحطها في جنب علشان تاخد الدفى بتاع المية يا حبايبي. تمام كده. هسلق بقى كل الورق بتاعنا وهرجع لكم تاني.
انا سلقتهم كده يا حبايبي، الخمس كرنبات عملوا معايا 3 صواني. سلقت الكرنب يا حبايبي، بعد ما سلقته جبت طبق وحطيت فيه ميه وغسلت ورقه ورقه، وبعدين حطيتهم على الصينيه عما تصفوا. هقطعهم بقى معاكم. وانا جبت لميت كل الكرنب بتاعنا على صينيه واحده، وجبت صينيه بقى من الصواني، وهمسك الكرنب بتاعنا اقطعه قطع كده صغيره على قد المحشية اللي انا بحبها. انا ما بحبش المحشية تبقى كبيرة. بقطعها كده كده صغيرة عشان تبقى صغيرة ومحندقة كده يا حبايب قلبي. تمام كده. ولو في اي حاجة في الورق واحنا بنقطعه لازم نشيله. انا بشتري الراس اللي فوق بيبقى فيها حتة جامدة كده، انا بشتلها وبعدين بمسكها اقطعها. ومن تحت كده كمان لو بتبقى فيها حتة زيادة بشتلها برضو. حبايب قلبي اللي مشرفيني من خارج مصر ومن جوه مصر، ما نحرمش منكم من تعليقاتكم الجميلة اللي مشرفاني دايما في قناة المتواضعة. تمام كده يا حبايب قلبي، انا هقطع كده كمان معاكم واحدة او اتنين كمان، وهفصل عما بقى اكمل كل الكمية بتاعتنا، وهبقى ارجع لكم تاني. بس انا دلوقتي اعمل معاكم شوية. تمام كده. لازم نعمل بقى تخزينات بقى رمضان، علشان رمضان كل عام وانتم بخير. خلاص كلها شهر وهندخل بقى فيه يا حبايبي. تمام كده. انا بقطعهم وارصهم في الصينية من جنب، علشان لو فيها مية، بس انا مصفيهم من المية، لو فيهم مية المية تنزل على جنب في الصينية. بس انا جيت اقطعهم ما تلاقيتش المية فيهم وكده. هقطع كل كمية الكرنب بتاعنا ده يا حبايبي، وهرجع لكم تاني. انا قطعت كل الكرنب كده وحطيته على صينية. الورق الاخضر اللي انا بحب احطه في الحلة من تحت، حطاه في جنب. والورق مخضر شوية يعني، مش مخضر جامد يعني، حطاه برضو عليه. والورق التاني الابيض انا حطاه برضو في جنب. باخد شوية من الاخضر يا حبايبي واحطه في الكيس من تحت، وبعد كده باخد الورق الابيض بحطه فوق. وكده انا هعمل الاكياس على قد الطبخة، بس الكيس الواحد على قد الطبخة الحلة اللي انا هعملها وكده. انا قلت لازم بقى اكمل كل الكيس كده عشان يبقى طبخة كويسة كده، وهربطه واحطه في جنبه، واكمل برضو معه كمان كيس. وهخلص برضو كل كمية الكرنب اللي انا مقطعاه ده يا حبايبي، الورق يعني. وهبقى ارجع لكم برضو تاني. بس لازم في الاول بحط حبة ورق صغيرين من الاخضر، وبعدين بكمل بقى بقية الكيس كله ورق ابيض. وبحطه في قلب الكيس كده، وبملي الكيس وبهز الكيس كده كويس علشان ياخد معايا كمية، عشان يكفيني اطلع كيس بدل ما اطلع اتنين. وهخلصهم يا حبايبي وهرجع لكم تاني وكده بعد ما خلصناهم وكده. الفيديو بتاعنا جميل وبسيط، واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع الف سلامة يا حبايب قلبي.